هو في حد ممكن يعمل عهد مع الجن القدامى اللي اسمهم السمية؟ طبعا، والسبب عشان يبعث مرة تانية ويكون من السحرة التابعين لاستقبال وخدمة المسيح الدجال لما يظهر. خليك معايا واقول لك ايه الحكاية. النهارده الجزء الثاني من القرين ده عذر، واللي ما شافش الجزء الاولاني هسيب اللينك بتاعه تحت الفيديو. لو اول مرة تشوف ملك الخوف اعمل اشتراك ومتابعة عشان النهارده في عظمة. ونزلنا التربه ولقيت تليفوني بيرن. كانت خالتي قالت لي انا جيت البيت يا هاني ولقيت جثه امك على السرير وريحتها وحشه جدا، بقالها 3 ايام ميته وجسمها كله اتنفخ وسايبها يا كافر. امال عامل نفسي خايف عليها ازاي وبتحكي لي حاجات ما حصلتش ليه؟ امك ميته، امك ميته يا هاني. لا، ما كنتش مصدق اللي بسمعه. اذا كانت امي ميته بقالها 3 ايام في البيت، امال مين اللي معايا هنا؟ بصيت على اللي جنبي اللي المفروض انها امي، لقيتها بتقفل باب التربه ووشها كان بيتحول لوش شيطاني مخيف، وقالت لي اخر حاجه سمعتها من خالتي لما قالت لي امك ماتت من 3 ايام وانا جوه القبر ومعايا امي. انا اترعبت. امال مين اللي معايا دلوقتي؟ واول ما بصيت لها لقيت وشها بيتحول لمسخ، كانت بتتحول لنفس الشكل اللي شفته في الكابوس. ايوه، الجساسه. لقيتها بتضحك بصوت عالي وراحت على كفن ابويا وحاولت تحرك الكفن بتاعه، كانت بتدور على حاجه تحت راسه، لكن بمجرد ما لمست الكفن لقيت نار كبيره بتولع في المكان، والنار دي مسكت في الجساسه، كانت بتتحرق قدامي. النار مسكت كل حته في جسمها وبسرعه جريت على سلالم التربه عشان اهرب، لكن الجساسه مسكت رجلي وما كانتش عايزه تسيبها، كانت عايزاني اتحرق معاها، كانت عايزه تنتقم مني. وفي نفس الوقت لقيت ايد دخلت جوه التربه ومسكت ايدي عشان تطلعني منها. لقيت نفسي ما بين اتنين، ايد عايزه تنقذني وتطلعني بره التربه، والايد التانيه عايزه تنزلني تحت وتنتقم مني. فجاه سمعت صوت صاحب الايد اللي عايزه تنقذني، كان بيصرخ وبيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله العظيم، لا إله إلا الله، ربي أعوذ بك من همزات الشيطان، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، اتركه يا ملعون، اتركه يا ملعون. وكل ما كان الراجل بيردد الكلام بصوت عالي كانت الجساسه بتولع اكتر، وطبعا ما قدرتش استحمل كل ده، اغمى عليا. لما فوت لقيت نفسي في بيتي قاعد على السرير بتاعي وجنبي خالتي وراجل غريب، وقلت لخالتي: هو ايه اللي حصل ومين الراجل ده؟ قالت لي: ده عم رجب اللي طلعك من التربه يا هاني. وقلت لها: عم رجب؟ عم رجب مين؟ قالت لي: عم رجب التربي يا حبيبي، هو انت نسيته؟ سمع صريخ من تربه ابوك ولقى القبر مفتوح، فافتكر ان في حراميه بتسرق الجثث، فلما نزل لقاك بتصرخ، وكان في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كان في حد ماسكك وما كانش عايز يسيبك، والنار كانت في كل حته. قال مش هيهدى لما يطلعك، وفعلا طلعك وقف باب القبر الملعون ده، لكن انت كان مغمى عليك وجبناك البيت. هو بس سؤال يا هاني، هو عم رجب اللي شافه ده كان حقيقي؟ ما كنتش عارف اقول لها ايه، كان كل همي امي الحقيقيه راحت فين؟ وسالتها قلت لها: يا خالتي هي امي فين؟ قالت لي: مالك بس يا هاني، هو انت مش فاكر اي حاجه؟ امك انا دخلت عليها من بره لقيتها ميته، كانت ميته بقالها 3 ايام. انت يا ابني ازاي سبتها كده؟ سبتها 3 ايام ميته من غير ما تقول لي. وهنا ما كنتش قادر استوعب اي حاجه، صرخت فيهم وقلت لهم: سيبوني في حالي، سيبوني في حالي واطلعوا بره. وفعلا عم رجب وخالتي مشيوا، وهي على الباب قالت لي: عم نسوحي جايه كمان يومين وهجيب لك الشيخ اللي قال لك عليه، ما تقلقش يا هاني. قالت لي كده ومشيت. وبعدها كنت قاعد في البيت لوحدي بالليل، دخلت الاوضه بتاعت امي اللي كانت ميته فيها، وفضلت ابص على كل حاجه في الاوضه، كل تفصيله. لاحظت ان صوره فرح ابويا وامي كانت مقلوبه، ما كنتش عارف مين اللي قلبها، لكن كنت عارف ان ممكن دي تكون رساله من امي. جيت اعدل الصوره لقيت الخيط بتاعها اتقطع ووقع في الارض، لكن لقيت وراها خزنه حديد. استغربت وقلت: ازاي انا عايش معاهم كل الفتره دي ما اعرفش ان في خزنه في الحيطه؟ وما كانتش مقفوله بقفل، اتفتحت معايا على طول. لقيت جواها شويه ورق قديم كان لابويا، وشويه ذهب لامي، وشريط تسجيل قديم، وورق متكوم كده على جنب مكتوب عليه: مذكراتي قبل ان اذهب للعالم الاخر. وخدت المذكرات دي عشان اقراها، لكن لقيت امي هي اللي كاتباها، ما كانش ابويا. كان مكتوب فيها: هاني حبيبي، انا كاتبه كل حاجه حصلت لي الفتره اللي فاتت، وعايز اعرفك ايه اللي حصل قبل موت ابوك وايه اللي هيحصل بعد كده. هتلاقي جنب المذكرات بتاعتي شريط كاسيت قديم، حاول تسمعه. الشريط ده لابوك، كان هو اللي مسجله قبل ما يموت. ابوك حضر قرينك يا هاني، وكان لازم يعمل كده عشان يقدر يكمل طقوس البعث. وعشان تبقى فاهم، قرينك عارض ابوك وهو اللي هينقذك من الموت.
ايوه، ابوك قال لي كده. القرين بتاعك قال له لو حد فكر يلمس هاني هيولع بناره، لكن ابوك كان معاه جن كتير. خلي بالك يا هاني، هم كتير وحواليك وانت لوحدك وملكش غير القرين بتاعك. ده اعذر، واسمع اللي هقولك عليه دلوقتي، واحفظ الطلاسم والتعويذ دي عشان ممكن تحتاجها بعد كده. بعد موت ابوك كان موصيني كامل العهد بتاعه، يا اما اتاذي من الجن القدامى اللي ابوك الخدام عندهم. ومن خوفي دخلت المكتبه وخدت كتاب اللؤلؤ ومرجان في تسخير ملوك الجان، وخدت الشمعتين ودخلت الحمام وحطيت كل شمعه على طرف المرايه، وزي ما قال لي ابوك بالظبط بعد نص الليل ضلمي الحمام وحط الشمعتين وافتح الكتاب على صفحه طريقه استحضار القرين. وعملت اللي هو قال لي عليه بالظبط، وقفت قدام المرايه وبصيت فيها ورددت بصوت عالي التراتيل اللي موجوده في الكتاب، وكان الشرط ان عيني ما ترمش عشان لو رمشت هعيد كل الطقوس تاني. ولقيت في الصفحه هم 3 طقوس. اول طقس تنشيط القرين، وقلت وانا خايفه اقسمت عليك بحق ملوك الجن ال7 وبحق خدام الملوك وبحق السيد زعبوب سيد العلويين وبحق جبرائيل وبركان وميمون وبحق زيتونه وبحق شيطعونه، اقسمت عليك يا قرين هاني حسنين ان تبدا تكوس في الحال. وقلت القسم ده يا هاني 3 مرات ورا بعض. وفجاه حسيت ان الصوره بتاعتي في المرايه كانت مهزوزه، كانت مزغلله، لكن بعد كده وضحت ولقيت حاجه مرعبه. لقيت وشي بيتحول لست عجوزه قوي، شعرها ابيض واسنانها واقعه ووشها كله مليان تجاعيد، وعينيها بيضه خالص وبتلمع، كانت مقتبه وظهرها محني بشكل غريب. الست دي اول ما بصت في عيني في المرايه لقيت بقها بينزل سائل اسود، والمرعب اكتر من كده ان المرايه كلها كانت بتسيل دم. صرخت بصوت عالي وجريت من الحمام وانا قلبي بيدق بجنون. رجعت بعدها الاوضه وقفلت الباب عليا، وكنت باخد نفسي بالعافيه وما كنتش عارف الطقس الاول نجح ولا لا. ولما الدنيا هديت وعدت كام ساعه نمت غصبا عني، لكن بعد شويه فقت على صوت حاجه بتتكسر في الصاله. جريت على الصاله عشان اشوف في ايه. لقيت الست العجوزه اللي كانت في المرايه موجوده في الصاله، وكان ابوك الله يرحمه قاعد على كرسي في نص الصاله وفتح الكتاب، وهي كانت عماله تلف حوالين ابوك على شكل دواير وكانت بتصرخ، كانت بتقول تراتيل وبتتمتم بكلام ما كانش مفهوم. ومره واحده بعد لفه 13 ليها ابوك كان وشه بيزرق وما كانش عارف ياخد نفسه، زي ما يكون كان مخنوق، وكان في دم بيطلع من بقه لونه اسود وغرق صدره كله، وهو كان بيقاوم الموت. وفجاه ما استحملش، جسمه سكت خالص. وبعدها لقيت ابوك اتبخر، ولما ابوك اتبخر الست العجوزه جريت على الحيطه واختفت. انا اترعبت وما كنتش عارف اعمل ايه يا هاني. في الوقت ده لقيت الباب بيخبط، جريت على الباب وبصيت من العين السحريه، لقيت عم منصوحي وكانت جنبه الست العجوزه اللي كانت بتلف حوالين ابوك. لقيت نصوحي بيمسح على دماغها وبيقول كلام ما كانش مفهوم. اتخضيت اكتر لما لقيتها بتوشوش عم منصوحي وكانت بتشاور على الباب. فجاه لقيته بيقرب من العين السحريه وكان بيبص فيها، وانا ما كنتش قادر استحمل اكتر من كده. جريت على اوضتي وفضل يخبط كتير وما فتحتلوش الباب، وكنت بسال نفسي سؤال واحد بس: اللي انا شفته ده حقيقه ولا خيال؟ واذا كان حقيقه عم منصوحي ايه علاقته بالست العجوزه دي؟ ويا ترى كان بيقول لها ايه بالظبط؟ لكن انا برضو هاني ما استسلمتش ورجعت للكتاب عشان اعمل الطقس التاني. والطقس التاني استحواذ القرين. ساعتها طفيت نور الاوضه كله وجبت دم فرخه ورسمت نجمه خماسيه على الارض، وجبت 5 شمعات وحطيت كل شمعه على طرف نجمه، وجبت صوره ابوك ورسمت حوالين وشه دايره بدم الفرخ، وورا صوره ابوك كتبت نفس الطلسم اللي كان موجود في الكتاب، وحطيت صوره ابوك جوه الدايره وفضلت الف بيها بشكل دائري، وفضلت الف بالصوره 21 مره حسب الطقوس. وكنت بقول بصوت عالي: اجيبي يا ديدمونه بحق مواقع النجوم ونار المريخ العاصف والبرج الخاطف وبالقبه والميزان وبحق اسافل الارض من يعجون بدون ماء ويخبزون بدون نار ويحكمون على جميع الاشرار. وبعدها مسكت شاكوش ومسامير وفضلت ادق 3 مسامير جنب الشمعه الاولى، و7 مسامير جنب الشمعه الثانيه، و5 مسامير جنب الشمعه الثالثه، و3 مسامير جنب الشمعه الرابعه، ومسمار جنب الشمعه الخامسه. وبعد ما خلصت لقيت خيالات كتيره بتطلع من العدم من الحيطه. في الاول الخيالات دي كلها كانت صغيره، الخيال الواحد ما كانش يعدي نص متر، لكن كل الخيالات اتحدوا مع بعض وعملوا كيان اسود كبير ما كانش ليه ملامح، مجرد كيان اسود ما كانش ليه ولا بق
ولا عينين ولا ودان، كان ليه جناحات كبيره وصوابع طويله. هنا اتاكدت ان هو ده القرين. فجاه لقيت حيطان الاوضه بتوسع خالص، والاوضه كبرت، ولقيت دم بينزل من الحيطان في كل حته. وفجاه لقيت نفسي في مكان ملوش سما. كنت في طريق يشبه لطريق المقابر، ملوش بدايه ولا ليه نهايه، ما كانش واضح. المشكله كنت بجري فيها هاني وما كنتش عارفه اروح فين. وفجاه لقيت الارض كلها بتطلع دم، والدم وصل لغايه ركبي. وفجاه الدنيا ضلمت خالص لدرجه اني ما كنتش شايفه ايدي. حسيت بدوخه ولقيت نفسي على السرير من تاني. بس اللي حصل بعد كده كان غريب قوي. لقيت نفسي طايره عند السقف. بصيت على السرير تحتي، لقيت في واحده شبهي بالظبط كانت قاعده على السرير وفاتحه نفس الكتاب، وكانت بتقول: اقسمت عليكم يا خدام الطلاسم بعزة الله الذي له تسبحون، يا سكان السحاب، يا سكان الهواء، يا سكان الأودية والطائرين في السماء والجائلون في الأفلاك، أجيبوني وتوكلوا. أنت عارف يا هاني إيه المشكلة؟ المشكلة إن ده الطلسم الثالث، والطلاسم اللي بتعملها الست اللي شكلي هو الطقس الثالث، وهو استحضار القرين وبعثه. وفجأة ظهر ستات كتيرة قوي، كان عددهم 21، وكانوا بيزحفوا على الأرض. غالبا كانوا قد المسامير اللي انا دقيتها جنب الشموع. 21 وكلهم شبه الست العجوزه اللي ظهرت لي في المرايه واللي كانت بتلف حوالين ابوك. لكن يا هاني المصيبه ظهر فجاه قدامي، كان طاير جنبي بظله الاسود. ايوه، هو القرين دعذر. قرب من ودني وقال لي كلام بلغه مش مفهومه، بس انا فهمته يا هاني، معرفش ازاي. امامك مهله من الوقت حتى تاتي الجساسه لقتلك، وعندما تاتي لا زرع يروى ولا مياه تسري ولا أرض تفنى ولا أرواح تقبض. القادم عذاب أليم لن أتركه، سأقوم بحمايته، لأن بموت الإنسي يموت قرينه، وأنا لن أترك الدنيا بسبب الجن القدامى. ستقوم عشيرتي بحمايتي، نحن عشيرة لا تقهر، فلتأتي الجساسة وتأخذ روحك. قضي الأمر. فجأة لقيت جسمي بيقع على الأرض وكل حاجة اختفت. أنا هموت يا هاني. هو اداني فرصة أكتب لك كل اللي حصل قبل ما تيجي الجساسة. لا الجساسة جت يا هاني. وبعد ما قريت الكلام ده امي سبقت عليا قوي وبكيت عليها. وفجاه لقيت عم منصوحي بيتصل بيا وبيقول لي: ما تقلقش يا هاني، انا هجيلك بكره ومعايا الشيخ ظافر، هو اللي في ايده الحل يا هاني. نام انت وصباح رباح. وفعلا نمت وكنت بنازع من كتر الخوف والكلام اللي قريته. ولما صحيت لقيت خالتي جنبي كانت بتطبطب عليا وبتقول لي: مالك يا هاني؟ بس ايه اللي حصل لك يا ابني؟ بصيت عليها باستغراب وقلت لها: خالتي انت جيتي هنا ازاي؟ دخلتي الشقه ازاي يعني؟ قالت لي: يا هاني ما انا معايا مفتاح الشقه، انت دايما كده بتنسى. بصيت لها برعب وقلت لها: بس انا من ساعه وفاه امي وانا بقفل الباب بالترباس. وبعد ما قلت لها كده لقيتها بتضحك ضحكه غريبه، ووشها اتحول لست العجوزه ومسكتني من رقبتي وقالت لي: انت فاكر اني هسيبك يا هاني؟ انا هحرقك واحرق نسلك الملعون. وبعد ما قالت لي كده هبدتني على الارض واترميت بعيد، وطلعت اجري بسرعه عشان اهرب منها. لكن مسكتني من رجلي وشالتني ودخلت بيا الحمام، والبانيو كان مليان ميه، رمتني جواه وكانت عايزه تغرقني وفضلت تغطسني فيه بالعافيه، وانا كنت بحاول انقذ نفسي. ومن كتر المعافره بتاعتي كسرت المرايه اللي جنب الحوض، وهنا ايدي انجرحت ونزفت دم. وهي اول ما شافت الدم بقت تصرخ وتقول: دم النسل الملعون، دم القرين، دعذر جاي. بعدها لقيتها قدامي بتتحرق وبتتبخر. ما كنتش مصدق اللي شفته، كنت عايز اهرب بعدها باي شكل. وطلعت جاري على البلكونه عشان اخد نفسي واهدى شويه، وقلت انا كده بدمر نفسي، ابويا وامي ماتوا ولو فضلت كده هموت نفسي. وقلت لا، انا لازم اخد معلومه من مكان موثوق منه. هنا مسكت الموبايل ودخلت على اليوتيوب، ودخلت على قناه اسمها قناه الرعب الصوتي، ودي بتجيب معلومات حقيقيه عن الجن والعالم الاخر. ودخلت على حلقه القرين وسمعت ان القرين بيفضل ملازمك طول ما انت عايش وبيموت لو مت. عشان كده دعذر بيحميني، عشان انا لو مت هو كمان هيموت. قلت لا، انا لازم اهرب. جريت على الباب وانا بفتحه لقيت الجرس بيرن. لقيت في وشي عم منصوحي ومعاه الشيخ ظافر، ومن غير تفكير ولا مقدمات خلع الشيخ ظافر العمه بتاعته، ولقيته بيرسم نجم خماسيه بقلم لونه احمر على الارض، وكان بيكتب كلام مش مفهوم كتير قوي عليها. وهنا ظافر قال لي: هاني، عم منصوحي قال انه شاف كلب والتعبان كانوا بيتحاربوا. الكلب ده قرينك، والتعبان جن من الجن القدامى اللي ابوك كان شغال معاهم وخادم ليهم، واللي هيخلوه بعد موافقه المسيح الدجال انه يبعث تاني، وده مش هيحصل الا بموتك. هو ده طلبهم. قرينك دعذر هو اللي حماك من الاذى يا هاني. وفي حاجه حصلت مهمه هعرفها دلوقتي، لكن قبل ما اعرفها لازم اطرد الشر اللي جوه البيت ده. وبعدها بقى يرمي زعفران بشكل عشوائي، ونزل سكينه الكهرباء وقعد جوه الدايره، وقعد يقول تراتيل وطلاسم بصوت عالي.
بعدها على طول كل ازاز الشبابيك اتكسر. في الوقت ده كان في صريخ رهيب طلع من اوضه امي. دقيقه ولقينا الشيء البشع ده خارج من الاوضه. ايوه، الجساسه طلعت تجري على الشيخ ظافر بكل قوه، لكن اول ما وصلت الدايره فضلت تصرخ وجسمها بدا يتحرق. لكن الغريب انها قامت وعدت ومسكت الشيخ من رقبته وحدفته على الحيطه، راسه بقت تشرب دم، وقعد يتوسل ليها ويترجاها ويقول لها ارحميني يا جساسه، انا اسف مش هتدخل تاني بس ارحميني. ساعتها بالاربع رجول بتوعها دست على راسه وفرتكت دماغه. وبعدها على طول عم منصوحي مسك ايديا وقال لي يلا بينا نهرب، هنموت يا هاني هنموت. وفعلا نزلنا من الشقه، لكن لقيت عم منصوحي بيجري ناحيه الطرق. وقلت له عم منصوحي هو انت رايح فين دلوقتي؟ قال لي رايح ابر ابوك ولازم تيجي معايا، هناك كل حاجه هتتحل، يلا بينا يا هاني. وقلت له لا انا مش هروح هناك، انا ههرب برا مصر. قال لي انت غبي قوي، انت لو في بطن امك هيجيبوك، اسمع كلامي بقول لك، افتح التربه بقول لك واقرا الطلاسم دي على كفن ابوك وتاكد يا هاني اول ما تقراها كل حاجه هتتحل. قال لي كده واداني ورقه الطلاسم. وقلت له ايه ده؟ الكلام فيها مش مفهوم، هقراه ازاي؟ قال لي لو ركزت فيها هتلاقي نفسك عرفت تقراها. وقلت له طب انزل معايا، انا مش هنزل لوحدي. قال لي ما ينفعش يا هاني، فك الرصد الاول وانزل معاك. وما كنتش فاهم يعني ايه رصد او يقصد ايه. وفعلا قريت الطلسم على كفن ابويا، ولقيت عم منصوحي نزل التربه بعديها وفضل يقلب في الكفن بتاع ابويا لحد ما لقى تحته علبه خشب طالع منها راس تعبان. ولما فتح العلبه لقى طلسم مكتوب على جلد التعبان. ولما شفت العلبه قلت له عم منصوحي ايه الطلسم ده؟ لقيته قام وضربني برجله في بطني. وقلت له ليه كده يا عم منصوحي؟ انا عملت لك ايه؟ بتضربني ليه؟ قال لي 20 سنه وانا خدام تحت رجل ابوك، ما شفتش يوم كويس معاه. ابوك النجس اللي حضر خدام وملوك الجن السفلي وتجاهلني تماما كاني مش موجود. ابوك عمل كل ده عشان كان عايز يبقى من خدام سوميا الخالدين، كان عايز يستقبل المسيح الدجال العظيم، وكل ده عايز يعمله لوحده ويسيبني انا اموت في الدنيا. ابوك قدم نفسه قربان وامك قربان، وكان فاضل انت بس، انت وطلسم زيتونه بنت ابليس اللي هو معايا دلوقتي. الله يلعنه، عمل رصد على طلسم زيتونه وخلى امك تدفنه تحت كفنه. لكن اللي انت متعرفوش ان امك كانت عايزه تموتك، بس اللي نجاك منها ضعزر قرينك اسره. الطلسم اللي في ايدي ده هيخليني من اسياد سوميا وهكون مكان ابوك، بس طبعا على شرط لازم يكون في قربان ومفيش حمار غيرك يبقى قربان. فعلا العيله دي كلها تستاهل الموت. ولقيته مطلع سكينه وكان هيدبها فيا، وسمعنا في الوقت ده انا وهو صوت اتركه انه على عهد. بصيت ناحيه الصوت لقيته نفس وصف امي بالظبط. لقيت قريني، لقيت ضعزر. يا رب يكون الجزء الثاني عجبكم. واللي كسب في مسابقه الجزء الاولاني علي عماد، عمل شير كتير جدا في اليوتيوب وبعت لي خاص وكده كسب 2000 جنيه. كل الشكر لعلي وكل الشكر لاي حد حاول وما كسبش. ان شاء الله تتعود الجزء ده. رحت لعلي لحد بيته وخد مني الجايزه، وبصراحه كان اكتف قوي. كل الناس تعمل شير ومنشن عشان يكسبها في الجزء الثاني. سيبك بقى من الجوائز والقصه واسمع الزبد مني. لو عايز تسمع قصص رعب شيقه ومرعبه جدا يبقى تروح على اليوتيوب وتعمل سيرش على قناه اسمها قناه الرعب الصوتي، واللي هحط اللينك بتاعها تحت الفيديو وفي الكومنتات. كل اللي هتعمله انك تلبس السماعه وتقفل النور، ولو جدع كمل اي فيديو هناك. عشان تبقوا عارفين انا نفسي بخش عليها بشكل دوري وباخد منها افكار للقصص بتاعتي، لان كل القصص هناك واقعيه. عايز كل الناس تروح هناك على القناه وتعمل اشتراك وتكتب في الكومنتات ملك الخوف، لان هو كان بيقول لي مفيش حد هيجي لي من عندك. قلت له مفيش الكلام ده، انا عندي رجاله في ظهري، لان كل الناس بتثق فيا وانا ما بسمعش اي حاجه. قال لي هنشوف. قلت له احنا قدها والرجاله بتاعتي هتثبت لك كده. لكن بقى اللي ما بيحبش اليوتيوب يروح على الفيسبوك، صفحه اسمها قصص رعب المقنع ستوري، واللي يسمع عنده قصه حلوه يجي يقول لي عليها عشان اعمل منها قصه مصوره كبيره جدا. عايز اقول لكم ان الجزء الثالث هيكون ضرب نار، ومحدش ينسى الشير والمنشن.